ناس كتير سألتني عن العيش الشمسي، بيكون مختمر وشكله حلو خالص وعالي، وأول ما يدخل الفرن يهبط على طول ويبقى شكله مش حلو خالص، مع انه شكل في الأول كان ممتاز. طبعا أنا قلتلهم على المشكلة وحلها، وحابة أفيدكم برضو انتوا للي عايز يعرف. المشكلة فين؟ المشكلة إنه احنا بنبقى مبسوطين بالعيش الشمسي، هو شكله مختمر وعالي، وبنسيبه كمان يختمر ونقول ايه هيدخل الفرن يبقى قمر. لا طبعا، كتر ما اختمر العيش تلاقوه أول ما دخل الفرن هبط على طول. عندنا في الصعيد بيقولوا ايه؟ يقولوا خد العيش شباب. يعني ايه ناخده شباب؟ يعني أول ما نلاقيه على طول اختمر وبيجي الارتفاع بتاعه حلو، على طول نشغله الفرن ونسويه، ما نسيبوش يختمر زيادة عن اللزوم. أول ما بيختمر بتلاقوه هبط معانا. كتر التخمير بيخلي الرغيف عامل كده زي البالونة، بينتفخ زيادة، وأول ما يدخل الفرن كده كأنك تكتيه بإبرة، بينفس على طول، فكده العيش بيهبط. لكن لو أخدناه الاختمار بتاعه المظبوط بتلاقوه في الفرن ارتفع وبيجي طالع قمر. العيش ده أنا خمرته في الشمس، كان طبعا الجو حلو والشمس برضو حلوة، أخد بالظبط معايا نص ساعة في الشمس. وطبعا لما بنلاقي الشمس حرارتها عالية ما بنخليش العيش طري خالص، يعني بنخليه متماسك شوية علشان ما يسيحش معايا ووشه شقق من فوق. ولو الشمس يعني كده ما بتكونش حرارتها عالية عادي نطريه شوية. وكمان نخلي بالنا من نوعية الدقيق، لو الدقيق بتاعنا العرق بتاعه سايب يفضل ان احنا نزود له دقيق يكون كده عرقه قوي، علشان ايه ما يسيحش برضو معايا في الشمس. ولو هنخمر العيش تحت المروحة عادي ان احنا نطريه شوية، كده كده المروحة هتلمه، بس تكون المروحة مباشرة فوقيه. ولو حابين تعرفوا اي معلومات عن العيش الشمسي او عن العيش البلدي او اي حاجة، ياريت تكتبولي في الكومنتات وانا من عينيا الاتنين.